أكيد سمعت مصطلح كوكب اليابان الشقيق وقد إيه هي دولة مختلفة ومتطورة، ويمكن ده بيخليك تفتكر إن اليابان هي أعظم دولة في العالم. لكن هل اليابان فعلا دولة مثالية ومفيهاش أي جوانب مظلمة زي ما احنا فاكرين؟ قبل ما أجاوبك على سؤالك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو أنت على يوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. في البداية لازم تعرف إن اليابان من أكتر الدول المتقدمة في العالم، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعات التقيلة زي صناعة السيارات. لكن الموضوع ده تسبب في وجود جانب مظلم، وهو ضغوط العمل الرهيبة اللي بيعاني منها اليابانيين. اليابانيين من أكتر الشعوب اللي بيشتغلوا، وأغلب اليابانيين بيشتغلوا ساعات إضافية كتير بعد أوقات العمل الرسمية، وضغط الشغل هناك رهيب بشكل لا يمكن تخيله، وده بيخلي كتير من الموظفين ما عندهمش وقت كافي للنوم. وعشان كده هتلاقي دايما ناس بتنام حرفيا في أي مكان، سواء بقى في المواصلات أو في الأماكن العامة، لدرجة إن ممكن الشرطة تطلع الناس من المترو وهم نايمين، والظاهرة دي اسمها الإينيموري. فما تستغربش لو رحت اليابان ولقيت واحد ممدد جنبك وفي سابع نومة. والموضوع ده بيتطور لمستوى مرعب، وهو إن الناس بتموت فعليا من إرهاق ضغط الشغل، والظاهرة دي اسمها كاروشي. وكاروشي بالياباني يعني الموت بسبب الإرهاق. ففي سنة 2005 مثلا اتسجل أكتر من 170 حالة وفاة بسبب الكاروشي. برضو التعليم في اليابان بيشكل ضغط نفسي كبير على الطلبة، خاصة في امتحانات القبول في الجامعات، واللي تعتبر من أصعب الامتحانات على مستوى العالم بسبب التنافسية العالية في كل المجالات هناك. وده بيجبر الطلبة على بذل جهد كبير في المذاكرة ممكن يكون فوق طاقتهم. ولو فشل الطالب في تحقيق درجات عالية أو دخول جامعة كويسة، فده بيسبب له ضغوط كبيرة ممكن تدفعه فعليا للانتحار. نروح بقى لجانب مظلم جدا موجود بين اليابانيين، وهو ظاهرة الهيكيكيموري. ودي كلمة يابانية معناها الانسحاب أو العزلة الاجتماعية، ودول عددهم يقدر بمئات الآلاف، وبيحبسوا نفسهم في بيوتهم لفترات طويلة ممكن توصل لشهور وأحيانا سنين، وما بيختلطوش فيها أو يحتكوا بأي حد ولا بيروحوا أي مكان. والظاهرة دي بتزيد يوم بعد يوم، وبتشكل مشكلة اجتماعية كبيرة في اليابان. كمان اليابان من أقل 5 دول في العالم من حيث معدلات الإنجاب، فطبقا للإحصائيات اليابان بتسجل 7 مواليد لكل 1000 شخص، ودي نسبة قليلة جدا، وده خلى عدد سكان اليابان في تناقص مستمر من سنين طويلة. والسبب في ده بيرجع لعزوف الشباب عن الجواز، لأنه مكلف بالنسبة ليهم وبيشكل ضغط وأعباء مالية إضافية عليهم، ده غير إن أغلب وقتهم رايح في الشغل. كمان اليابان مشهورة بتواجد واحدة من أشهر عصابات المافيا في العالم، والمعروفة باسم الياكوزا. وعدد أفراد الياكوزا كان بيتخطى 100,000 شخص، لكن دلوقتي أعدادهم قلت بشكل ملحوظ. ورغم إن الياكوزا مش بتدخل في صراعات عنيفة مع الحكومة زي بقى عصابات العالم، لكنها بتدير في نفس الوقت نشاطات غير شرعية زي صالات القمار والمراهنات. في النهاية احنا حبينا نبين إن مفيش جنة على الأرض ومفيش مكان مثالي، وأي بلد مهما كانت مميزاتها فأكيد عندهم عيوب ومشاكل. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة، ولو مش عارف اسمع من عارف.